عينيه ما بتشوفش غير الطالب المشاغب، ويهمل بقيه الطلبه التانية. العكس اللي المفروض يحصل. انا بشجع السلوكيات الايجابيه وباين لصاحب السلوك السلبي ان انا مش شايفه اساسا. جملة زي دي اثرها ممكن يبقى قوي بقى في ان انا بيحملك مسؤوليه. كبيرة جدا، والعكس كذلك. حتى كمان احنا في شغلنا في التدريس، دايما المدرس لما يخش الكلاس مثلا في 50 طالب 60 طالب اي رقم مثلا، عينيه ما بتشوفش غير الطالب المشاغب، ويهمل بقيه الطلبه التانية. العكس اللي المفروض يحصل. انا بشجع السلوكيات الايجابيه علشان تكتر وباين لصاحب السلوك السلبي ان انا مش شايفه اساسا، انت مش لافت انتباه، فيبدا هو كمان عايز يلفت انتباه، فيبدا هو كمان يبدا يعمل سلوكيات ايجابيه. فالتشجيع دايما الكلمة بتترك أثر في الشخص، طبعا بتديله دافع، بتديله حافز. يعني مش في كل الأوقات الكلام السلبي يوقفك. يوقفك، لكن تقف عنده. ما هو فكرة إن أنا مش عايز برضه أشوف غير الكلام اللي أنا حابب إن أنا أسمعه. لا، أنا أوقات لازم أسمع الكلام اللي المفروض إن أنا أسمعه. عشان انا ببقى محتاج اعدل بالظبط. فممكن حاجات. الكلمة السلبية دي تبقى في محلها. ممكن. يعني لو في عيب، لو في نقيصة، احاول ان انا اتجنبها، اطور من نفسي، اشتغل على نفسي. اكيد طبعا.